امشي والله في ايه؟ النادي الاهلي اللي حرفيا بيلعب بروح محمود حسن تريزيجيه وبس. الراجل هداف الدوري المصري، الراجل هداف دوري ابطال افريقيا. فهي دي نوع اللعيبه اللي الاهلي عايزها، اللعيبه اللي بتلعب عشان اسم النادي الاهلي، واللعيبه اللي بتلعب بروحها، مش بتلعب عشان الفلوس او مجد شخصي او انا عشان جايبني الفريق الغريم فانا الملك وكل الكلام ده. لا، الاهلي عايز لعيبه من نوع محمود حسن تريزيجيه. بس قبل ما تجيب لعيبه بنوعيه محمود حسن تريزيجيه لازم تجيب مدرب بنوعيه النادي الاهلي وبشخصيه النادي الاهلي، عارف هو جاي يمسك فريق عامل ازاي، مش مدرب واقف على الخط حرفيا مفيش اي حاجه في الملعب. قول لي تروب بيقدم ايه في الملعب؟ ولا في تحرك من غير كوره، ولا باص، ولا جمله، ولا تكتيك في ركنيه، ولا تكتيك في فاولات، مفيش، كله زيرو زيرو زيرو. يفرق ايه بقى تروب عن روبيرو، عن موسوماني، عن كولر؟ كله زيرو. في الاخر اللي نجح معاك المدرب المصري عماد النحاس، مش عشان هو مصري، لا، عشان هو عارف هو ماسك ايه وبيقدم ايه، وعارف النادي الاهلي بالنسبه له ايه، وعارف المطلوب منه ايه وهيعمل ايه. مش جاي يقضي وقت وخلاص ويعمل اسم وشهره ويطير.